السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل احلى كاندي كده في البيت. ولو عندك كده مكعبات اللي هي فيها الاشكال الدبدوب والحاجات دي للاطفال، حلوة قوي بيحبوه، بيفرحوا طبعا بالاشكال دي. بصي عامل ازاي ما شاء الله. اي بقى نوع جيلي عندك اعمليه. انا عملت طبعا اناناس ومانجا وفراولة. يلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا 3 أنواع من الجيلي، معايا فراولة ومعايا مانجا ومعايا أناناس. في كل سلطانية معايا معلقتين من الجيلاتين. وكل باكو هاخد كوباية مية سخنة. أول حاجة قبل ما أحط طبعا الجيلاتين كوباية المية السخنة، وهنزل بالباكو الفراولة، جيل الفراولة، وعليها معلقة من السكر. متحاوليش تكتري السكر أوي. الجيلاتين طبعا هنحطها فيه شوية مية بتاع معلقتين كبار كده ونقلبهم حلو لغاية ما يديني كده زي العجينة كده، واروح منزلاهم على على الجيل الفراولة، واحدة واحدة. ما تستعجليش، واحلى كاندي هتعمليه لاولادك وصحي وجميل جدا. هنزل كده بالجيلاتين على جيل الفراولة، وانت بتقلبيه بقى قلبي بالراحة. عايزة اقول لك الاطفال يعني بصي بيعشقوا الحاجات ديت ويعشقوا الالوان. هجيب بقى كده علبة انا غسلاها ومعقماها حلو قوي، وهنزل كده بالجيل الفراولة هغطيه كده حلو واحطه في التلاجة. نبدأ بقى نعمل النوع التاني. هاجيب برضو نفس الخطوة اللي أنا عملتها في الأول هعملها في نفس الخطوة في المانجا. هي حط برضو الجيل المانجا وعليها معلقة من السكر وعليها الجيلاتين. هنقلب حلو كده، واجيب برضو العلبة واغطيه واحطه برضو في التلاجة. ده الأناناس طبعا، حطيت معلقة من السكر واحط نقطة بس من اللون. ده لون صحي مفيهوش أي حاجة. بعد ما حطيتهم طبعا في التلاجة هنقطعهم بقى كده مكعبات. أنا طبعا عشان ما عنديش القوالب وكده أنا اتصرفت. دي الفراولة، قطعنا طبعا الأناناس. الفراولة طبعا هنقطعها مكعبات حلوة يعني على قد البتاع. انت عايزة تقطعيها صغنن، انا اقطعها طبعا بالمقاس ده حلو. بصي ما شاء الله الألوان تسر العين. بصي الأناناس عامل ازاي، بصي ما شاء الله سمكه، بصي عامل ازاي، والفراولة ما شاء الله، والمانجا. يلا بقى جربوه كده وفرحوا ولادكم. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على بكره يا رب، واشوفكم على الف خير في رعاية الله حبايبي.